السلام عليكم الاخوان ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. لازان بولونيز كيف ما كتشاهدوا كتجي رائعه ومعلكه. نتمنى الفيديو يعجبكم الخوت ويلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله تعالى. ما بقى لينا غير ندوزو المقادير الخوت. كاسرونه غادي نديرو فيها الماء يغلى وشويه الزيت، وغادي نلوحو لي باط ديالنا كيف ما كتشاهدوا باش طيب لينا نص طيبه. من بعد كاسرونه كبيره نديرو فيها الزيت وشويه البصله يتشحروا مع بعضياتهم كيف ما كتشاهدوا. غنزيدو شويه ديال الملح بزار. من بعد غادي نلوح الكفته ديالي اللي ديجا مارينيتها بالبصله وشويه د الربيع وملح بزار وتحميره. نحرك البولونيز ديالي بهذا الشكل هذا حتى كطيب ليا الكفته كامله. من بعد كنزيد ليها شويه ديال شويه خيزو محكوك وشويه ديال القرعه مع الربيع. نخلطوا البولونيز ديالنا بهذا الشكل الخوت. من بعد غادي نزيد شويه ديال صوص طوماط الخوت وغنخلط كلشي. البولونيز صراحه كتجي رائعه ومعلكه. من بعد غنزيد ليها شويه ديال صوص بيشاميل وشويه ديال الفرماج موزاريلا اللي غادي يعطيها واحد التعليكه رائعه. نتمنى الفيديو يعجبكم الخوت. نحركوا البولونيز ديالنا حتى تردوى شويه. صراحه كيف ما كتشاهدوا راه جات رائعه ومعلكه. هذه هي لاباط ديال لازان ديالي بعد ما سلقتها نص طيبه. ما بقى لينا دابا غير ندوزو نمونطيو لازان ديالنا كيف ما كتشاهدوا. غنشدو المول كيدخل الفران وغنديرو الكفته من تحت وفوق منها لاباط ديال لازان الكفته وفوق منها لاباط ديال لازان. نمشيو بهذا الشكل هذا ومع الفرماج باش تجينا لازان معلكه كيف ما كتشاهدوا الخوت. وغندخلوها للفران ان شاء الله تعالى 180 درجه الخوت كيف ما كتشاهدوا. نمونطيو لازان ديالنا كامله ونزيدو الفرماج من الفوق باش تكراتينا لينا لازان ديالنا. نتمنى الوصفه الخوت سجلوها عندكم. نتمنى تجربوا الوصفه. هذه هي لازان ديالي غندخلها للفران كيف ما كتشاهدوا كتجي بهذا الشكل هذا. بعد ما كطيب كتكراتينا مزيان مع الفرماج مع لاصوص بولونيز. نتمنى الفيديو الخوت يعجبكم ان شاء الله تعالى ويلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. وما تنسوش دعمونا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم. وشكرا لكم، احبكم.